يا مساء الروقان على كل ست بيت قررت انها تعيش ملكة في بيتها. اهلا بيكم في الحلقة الرابعة من سلسلة الست رايقة. النهاردة هنتكلم عن اكتر مكان بنقضي فيه نص عمرنا، واحيانا بنخرج منه واحنا فاصلين شحن خالص، وطبعا هو المطبخ. سألتي نفسك قبل كده ليه المطبخ مرتبط في دماغنا بالصداع والمواعين والوقفة اللي بتهد الحيل واللي دايما ملهاش آخر؟ ليه دايما بنحس انه معسكر اعمال شاقة مش مجرد مكان بنطلع فيه حبنا للي بنحبهم؟ النهارده هنغير مفهوم مطبخ الست الرايقة. مش هقولك ازاي تطبخي ولا هقولك وصفات، انا هقولك ازاي تخرجي من المطبخ ده وانتي اعصابك اهدى اكتر مما دخلتي. اول حاجة هقولك عليها، حاولي تلغي وتقطعي صفحة فخ المثالية، احنا عايزين نبعد عنها خالص. وده أول سر من أسرار الروقان في المطبخ. مش لازم المطبخ بتاعك يكون بيلمع 24 ساعة. أحيانا كتير بيكون في وقت ضغط، مثلا عندك ضيوف، عملتي كميات كبيرة من الأكل، فطبيعي إن المطبخ هيكون مكركب، رخامة المطبخ مليانة أطباق أو مليانة حاجات، والبوتاجاز مليان حلل مليان صواني. ده طبيعي. الست الرايقة هي اللي بتعرف توازن كل ده مع بعض. نصيحتي ليكي بقى، قبل ما تبدأي طبخ لازم رخامتك تكون فاضية تماما. الزحمة قدام العين بتعمل زحمة في الدماغ وبتخليكي ما تعرفيش تركزي انت عايزة ايه، واحيانا كتير بتدوري على حاجة وهي قدامك ومش شايفاها. خلي عندك كده قاعدة وانت واقفة في المطبخ، المواعين مش عدو، هي بس محتاجة إدارة. أي حاجة بتستخدميها اغسليها فورا على طول، تخرج من على البوتاجاز، من مكان ما بتقلبي حاجة على طول على الحوض تغسليها. الوقفة اللي بتهد الحيل هي وقفة تراكم المواعين بعد الأكل أو بعد الطبخ أو بعد خلاص ما اتغدينا وشلنا أطباقنا. هي دي الهدة اللي بصحيح. وانت بتطبخي خلي الحوض دايما فاضي، أي حاجة تخرج من الأكل وانت بتعمليه اغسليها فورا. هتلاقي نفسك خلصتي الأكل والمطبخ هيبقى فله كأنك ما عملتيش أي حاجة وما تعبتيش. المطبخ ده وقتك الخاص، استغليه في اي حاجه مفيده وانتي واقفه بتحضري الاكل بتاعك. الست الراقيه بتعمل لنفسها جو وهي واقفه في المطبخ، بتسمع بودكاست او كتاب صوتي بتحبه، اي حاجه من اللي انتي بتحبيها. ده الوقت المثالي تسمعي فيه حاجه انتي مثلا بتحبيها، تغذي روحك وتغذي عقلك. لو انتي من النوع اللي بتقدري تستوعبي الحاجه وانتي بتطبخي او مشغوله في تقطيع اي حاجه في المطبخ وشغاله في المطبخ، دي حاجه مفيده جدا هتغذي روحك وعقلك. زي مثلا فيديوهات علم النفس، زي تطوير الذات، او اي رواية انت بتحبيها او اي حاجة انت بتحبي تسمعيها. الحاجات دي بتدخل على قلبك كده روايح سعادة كده واطمئنان وراحة كده، بتحسسك ان انت مبسوطة وانت بتعملي حاجة بيتك وشغلك، مش مجرد انت داخلة معسكر هتخلصي فيه مهام معينة. جربي كده وانتي بتشتغلي، تشغلي شمعة، تولعي شمعة، تولعي بخور بريحة اللافندر. حاولي الحاجة تكون بعيدة بس عن مكان ما بتطبخي عشان ايدك ما تلمسهاش وتبهدلي الدنيا يعني، ولكن خليها قريبة من ريحة المكان. يعني على باب المطبخ مثلا كده بتديكي ريحة حلوة، بتديكي راحة كده واطمئنان، بتبقى ريحة الحاجة حواليك، الجو يعني حواليكي بيكون ممتع وجميل. او ممكن تحطي عود قرفه في شويه ميه بتغلي على البوتاجاز، بتدي ريحه جميله جدا وبتغير المكان كله. والله انا بحس لما بشمها، او فانيليا كمان، بحس بكميه دماغي كده بتختلف وبتتغير. كمان لازم لبسك تاخدي بالك منه كويس قوي، بلاش لبسك في المطبخ يكون لبس مبهدل او لبس مش مهندم. هدوم المطبخ مش لازم تكون شكلها مش حلو او مبقعه او فيها بقع كتير وشكلها مش لطيف. يعني حاولي على قد ما تقدري، ممكن تعملي حاجات معينه للمطبخ تلبسيها وتكون شكلها شيك وشكلها حلو. الشكل الوحش للملابس اللي انت بتبقي لابساها دي، اللي هو مبهدله او مبقعه، بتدي طابع خاص كده عند اللي في البيت او للنفسيه. انا عن نفسي ما احبش البس حاجه مبقعه او اي حاجه شكلها مش لطيف، بتدي طابع في النفسيه مش حلو خالص، ما بتديش طابع مريح، بيبقى الشكل مش لطيف. حاولي تحطي كده مريالة شيك شكلها حلو قوي كده وانتي بتلبسي، مثلا لابسه تريننج، لابسه مثلا بلوزه، لابسه اي حاجه خايفه تتبقع مثلا، ممكن تلبسي المريالة المطبخ دي، هتحافظ على انها ما تبقعلكيش الهدوم بتاعتك، فبالتالي هتلبسي هدومك دي مش في المطبخ بس، هتبقي لابساها في بيتك عادي طول اليوم.
صدقيني لو عملتي زي ما بقولك كده، وروحي شوفي نفسك في المرايه، بصي على شكلك كده هتشوفي ست رايقه، انت هتحسي بالفرق، هتحسي بنفسيتك بتفرق، يعني بتختلف. خلي عندك ذكاء في المطبخ، الروقان محتاج تخطيط. مفيش حاجه بتوتر الست اكتر من ان السؤال مثلا بتاع النهارده احنا هناكل ايه، هنتغدى ايه النهارده، او هناكل ايه النهارده، وهي لسه صاحيه. ده اكتر سؤال بيوتر اي ست. اعملي لنفسك يوم في الأسبوع تجهزي فيه أساسياتك اللي دايما بتشتغلي بيها في المطبخ، زي مثلا فرم الثوم أو فرم البصل أو تعصيجة اللحمة أو الصلصة المتسبكة أو الخضار المتنضف ومجهزاه في أكياس مغلفة وتحطيها في الفريزر. حاولي على قد ما تقدري تنظمي يوم، تعملي يوم بتنظمي فيه أكلات الأسبوع كلها ومحضراها ومجهزاها، بحيث ان تبقى يعني واحده تلو الاخرى موجوده سهله. كل طبخه انا عارفه هطبخ ايه النهارده. لما تيجي تطبخي في نص الاسبوع هتلاقي نفسك بتجمعي الطبخه في 10 دقايق، ما بتاخدش معاكي وقت وما بتفكريش فيها. وصدقيني ده اللي بيخليكي رايقه ومش شايله هم الوقفه الطويله طول الوقت، او بتفكري كتير بتاخدي عدد ساعات طويله انا هعمل اكل ايه النهارده. حبيبة قلبي، المطبخ ده مكان بتقدمي فيه حب في صورة أكل. لو عملتي الأكل وانتي متوترة وزهقانة، الطاقة دي بتوصل للي بياكل من إيدك. لكن لو انتي دخلتي وانتي رايقة وسمعتي حاجة بتحبيها واهتميتي بتفاصيلك الصغيرة اللي قلتلك عليها دي، البيت كله هيحس بالفرق. المطبخ مش عقاب، المطبخ مساحة لإبداعك ووقفتك مع نفسك. قولي لي بقى في الكومنتات ايه أكتر حاجة بتوترك في المطبخ، وايه الطقس اللي بتعمليه علشان تبقي رايقة وانتي بتطبخي. هقولك على تجربتي الشخصية. في مرة من المرات كنت بعمل الأكل وأنا كنت متضايقة ومتوترة جدا وكنت زعلانة. في موقف كده كان حصل بيني وبين صديقة، فالموقف ده كان شاغل بالي ومضايقني جدا. ودخلت المطبخ وانا متوتره ومتضايقه، بس مضطره ان انا اعمل اكل عشان ولادي. فدخلت المطبخ وانا متضايقه قوي وزعلانه ودماغي شغاله بقى عماله افكر في الموقف اللي حصل. وهي قالت وانا قلت، والموقف ده ما كانش المفروض يحصل. المفروض ما كنتش قلت لها كذا، او المفروض ما كانتش قالت لي كذا، هي اللي خلتني اقول كذا. فضلت طول الوقت دماغي شغاله وعماله افكر، لدرجه اني خرجت من المطبخ. كان وقت الظهر، خرجت عشان اصلي الظهر، فما كملتش الاكل، بس انا نسيت حاجه على البوتاجاز شغاله. فخرجت عشان اصلي نسيت. انا متعوده لو سبت الاكل على النار وخارجه علشان اصلي فبطفي النار، ما بوطيش، انا بطفي النار خالص وبعدين ارجع اكمل. فما خدتش بالي خالص وخرجت اتوضيت واندمجت بقى في الصلاة، وكنت حزينة وزعلانة جدا ومتأثرة وقاعدة عمالة أدعي. وفجأة شميت ريحة شياط وابني يا ماما الحقي يا ماما، والأكل شاط والطبخة باظت. وكان يوم ما يعلم بيه إلا ربنا. وطبعا الأكل اللي باين فيه الشياط وريحته باينة، فده بيوترك. فأنا عايزاكي وانتي داخلة المطبخ شيلي أي حاجة من دماغك. زي مثلا واحد راجع من شغله، راجل البيت او جوزك راجع من شغله، دايما بتحبوا تقولوا له ايه، طلع اي حاجه من دماغك بره، بتاعه الشغل بره البيت قبل ما تدخل علشان ما يبقاش البيت فيه نكد. فدايما هو بيحاول يحافظ على النقطه دي، ودايما ما بيجيبش مشاكل الشغل مثلا معاه. في رجاله غير كده، ولكن يعني في بعض الناس بتحاول تعمل كده. ولو انت ست موظفه وجربتي، انا كنت موظفه في يوم من الايام، ولما كنت بروح بيتي كان اكيد طبعا في انشغالات، في حاجات في دماغي، حاجات في شغلي، في ضغوط في الشغل، فطبعا كنت ببقى مش عارفه اعمل ايه. فبروح بالي مشغول بيها، او طول الوقت انا متضايقه، او طول الوقت بفكر فيها. فكنت برضو ما كنتش بنجز في بيتي صح، ما كنتش بدي لبيتي صح. كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا ما بينش اي حاجه، ولكن انا دايما طول الوقت كنت مشغوله علشان الشغل ضاغطني. فطبعا قررت وقلت لا مش هينفع، انا لازم افصل شغلي بره بيتي. وبيتي ده حاجة تانية، بيتي ده مملكتي وهو ده اللي باقيلي. بيتي وولادي وزوجي واهلي هم اللي باقيين لي. شغلي ده كيان وحياة، ولكن برضو هو ما دامليش، ولكن يعني هو برضو نحاول على قد ما نقدر ان احنا نفصل الحياة العملية عن الحياة الاجتماعية جوه بيتك.
دي حاجة ودي حاجة، علشان لو دمجتي الاتنين مع بعض وخليتي الضغط الخارجي يضغط على بيتك وعلى اسلوبك وحياتك مع اولادك، انت اللي هتتعبي، وولادك اللي حواليكي طبعا هيتأذوا، مش هيبقوا مبسوطين، ومش هتبقى حياة سعيدة بالمرة. افتكري دايما ان روقان المطبخ مش معناه ان كل حاجة لازم تكون مثالية، معناه انك تكوني راضية ومبسوطة وانت بتعملي الحاجة بكل حب لنفسك ولبيتك. المطبخ ده مملكتك، فخليكي دايما الملكة الرايقة اللي بتنشر السعادة في كل ركن في بيتها. واخيرا خلصنا روتين الروقان النهارده، بس لسه الحكايات والوصفات بينا لسه ما خلصتش. خليكي دايما فاكره ان راحتك بتبدا من تفاصيل صغيره بتعمليها بكل حب لبيتك ولولادك. وشكرا ليكي حبيبتي انك كملتي الفيديو للاخر، واشوفك على خير في فيديو جديد وحلقه جديده من بودكاست تاج ومن فيديوهات الست الرايقه، ومع السلامه.